السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ ربنا انتوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز، بس الكوكيز ده مختلف شوية. الكوكيز ده بالتفاح والقرفة والسكر البني. طعمه حلو قوي قوي، وحاسس ان هو خفيف كده، وحاجة مختلفة غير الكوكيز اللي متعودين عليه. اول حاجة عندي تفاحة وقرفة ورشة جوز الطيب. اي تفاح احمر اصفر اخضر اللي موجود عندك هنقشرها ونقطعها مكعبات صغيره. هنحط القرفة مع ال- رشة جوز الطيب، وطبعا هحط كده رشة ليمون عشان التفاح عندي ما يسودش. مكسرات عين جمل، ده اختياري، مش قادرة او مش متوفر عندك خلاص مش مهم. هنركنهم مع جنب، وهنعمل الخليط بتاعنا بتاع الكوكيز الأصلي. هو عندي سكر بني، لو ما عندي سكر بني هنستبدله بعسل مع سكر أبيض. هحط لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. عندي زبدة سيحتها، وهنقلب كده كله دولت مع بعض، وبعد كده هننزل بالبيضة بتاعتي مع طبعا رشة الفانيليا. لما يختلطوا مع بعض كويس هنضيف الدقيق بتاعنا، بس هنضيفه بالتدريج. ده كمان نشا. وهنقلب كده ونضيفه بالتدريج لغاية أنا عندي أخد المقدار الدقيق بتاعي كله. بعد كده نحط خليط التفاح مع العين الجمل. يفضل ان انا اخلي الكوكيز عجينة الكوكيز في التلاجة حوالي ساعة، وبعد كده هشكلها احطها في الصينية ونحطها في الفرن. طبعا لو عدت اكتر من ساعة مفيش مشكلة. انا عدت تقريبا ساعة وربع. استخدمت المعلقة بتاعت الاسكين دي، بتسهل عليا، بتخلي الحجم تقريبا واحد عشان السوا يبقى واحد. ما عندكيش تقدري تعمليها بكوباية معيارية، معالق معيارية، تقدري توزنيها، مهم يعني عشان يبقى السوا كل واحد. هنحطها، وانا بفضل برضو عشان الجو، لما الجو دلوقتي حر، بفضل كمان بعد ما اشكلها احطها في التلاجة كمان حوالي ربع ساعة نص ساعة، مش هيحصل لها حاجة. حطيتها في فرن حوالي 170 درجة لمدة 20 دقيقة، أو على حسب حجم الكوكيز. إيه، طبعا الكوكيز انتوا عارفين لما بتبقى سخنة كده بتبقى طرية قوي، فنسيبها نحطها على ده. كوكيز عملته بالشوكليت من فوق، حطيت عليه شوكليت شيبس من فوق. ده اختياري طبعا. بس بصراحة أنا حبيته بالتفاح، كان طعمه حلو أوي، مميز كده. الوصفة خلصت، يا رب يكون وصفة عجبتك، ولو عجبتك متنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس على كل عشان توصلك أي وصفة جديدة بنزلها. وأقول لكم سلام عليكم.